شلونكم يا ربع؟ رجعنا لقناة متواضعة. شو الأخبار؟ شو مسوين؟ إن شاء الله الكل بخير. إن شاء الله رمضان ماشي حلو وياكم، وإن شاء الله الكل مبسوط والكل قاعد يشبع سمبوسة وفيمتوات وأي شيء زيادة وملذات رمضان. إن شاء الله تكون حلوة عليكم يا الربع. جايكم اليوم بسالفة جدا خطيرة. أنا حاسس إنه كل فيديو قاعد أقول إنه هاي سالفة خطيرة، ولكن هي فعلا سالفة خطيرة. حندخل بسرعة للموضوع. إحنا نضحك عليه، وانا باكد لك تاني ان ايلون ماسك مش بشر، ومارك زوكربيرج مش بشر، وبيل جيتس مش بشر، وترامب مش بشر، وبايدن مش بشر. أول شيء أكو في الدولة مو الكل يعرفها، بس هي اسمها أمريكا. حلو، ما أعرف ليش تدخل بكل موضوع بالعالم. المهم إنه هاي الدولة تحب تدخل بهواية من سوالف العالم، وما عندي أي مشكلة، عادي خذوا راحتكم، عادي أنا ما عندي مشكلة. أهم شيء أنا ما قاعد أنظر. لفترة معينة من الزمن كان عندهم فد رئيس اسمه بايدن. حلو، هذا الرئيس الولد مشكوك بأمره بصراحة شوية، لأنه تحسه شوي مخرف. لأنه أني حسب التحليل مالتي أو الأناليسيس مالتي اللي قبل قلت إنه هذا من تخبيه، يعني لأنه شافوا بيه فد أمل ما لاقوه بالرؤساء الثانيين. حلو، فالشعب حطوا الأمل كله بهذا الشخص إنه هو حيغير اتجاه الدولة وحيوجهها إلى الأحسن. ولكن هذا كله تغير لما طلعت فايلات إبستين. المهم كلنا شفنا ملفات إبستين وما أعرف شنو. ما أعرف إذا أنتم صدق إذا سمعتوا عن هذا الموضوع ولا لا، ولكن خلينا نقرأ هذا الملف. Biden is not your current president. The mask malfunction on Biden are getting worse each day. The dude playing Biden ain't Biden. Real Biden was an evil, sick, angry man who abused children, including his own children. That's an actor with a fucking mask. We have been over this 1,000 times. Biden is shot. 19 Biden. أنا مجرد قاعد أقرأ، يعني هسه إذا دخلت السي اي اف بي اي علي أنا ما علي، أنا حقول لهم بليز ترى أنا بس قاعد أقرأ كلام شفته على الانستغرام. رجاء لا أحد يموت. خلاصة هذا الكلام وترجمته شنو يا الربع؟ هذا أول ترجمة. ثاني ترجمة قاعد يقول لك إنه الولد لابس قناع. شلون يعني لابس قناع؟ زين خلينا نقول إنه الكلام صح. لا خلينا نترجم أول شيء. شنو قال لك؟ لحظة شوي، شنو قال لك إنه بايدن هو مو رئيسكم الحالي، وهذا الكلام أو هذا الإيميل طلع خلال ما هو كان الرئيس. حلو، أكو بعض الأعطال الفنية أو الأخطاء الفنية قاعدة تصير بالقناع مالته، وبايدن كل شوية كل يوم ورا يوم قاعد يصير أسوأ وأسوأ اللي هو مالت القناع يعني. بعدين يقول لك إنه الشخص اللي قاعد يلعب بايدن هو أصلا مو بايدن. بعدين يقول لك إنه هو مات ب 2019. يا الربع فعليا انت هسه تقعد تتساءل. خلينا بس نتذكر انه هم دولتهم فعليا تتحكم بكل شيء صار بالعالم. ما يعجبهم شيء حيروحون يحتلوا، ما يعجبهم شيء حيسوون قانون انه يمسكوه. اكو شغله لونها ازرق هم يريدوها احمر. حلو، يعني ممكن ومن خلال ترى الملفات اللي طلعت وكل القرف اللي طلع من وراء إبستين، اكو هواي شغلات بالكون احنا ممكن ما نعرفها. يعني اكو ممكن ليفل من التكنولوجيا اللي طالع للناس إنه اوف شات جي بي تي نقدر نسأله اي سؤال ويجاوب علينا. بس يمكن اكو فد ليفل فوق شات جي بي تي او فوق الذكاء الاصطناعي اللي هو يعني يفوق دماغنا. يعني انت قاعد تسولف عن كائن بشري ل4 سنين ما حد شك بيه. هسه هو يعني الصراحة كان مشكوك بيه، يعني لأنه أكثر من بني آدم لاحظ عليه إنه تصرفاته غريبة. بس الفكرة وين؟ إنه هو رئيس دولة. فإحنا الناس هاي يعني حتكون يعني فد أقلية بالمجتمع اللي حيقولون هالسوالف، لأنه هيك شيء مو كل الناس حتحبه. لأنه أكو فئة حتقول إنه هذا يعني شكله كلون، شكله فد استنساخ، أو شكله كمبيوتر أو ذكاء اصطناعي. بس إحنا وين عايشين؟ يعني هذا الواقع، إحنا بالواقع صح؟ إحنا هسه بالواقع. شوف لك في فيديو ثاني شي يقول لك انه shocking side by side pictures. يقول لك انه شلون كان شكله وشلون صار شكله. 2008 كان شكله انه شويه هيجي جاحد، او تعلم كلمه جاحد جديد. شكله معصب اكثر بصراحه، وشكله معبس شويه، والعمر ترى واضح عليه. بينما 21 شلون عمره، شلون شكله. شوف اذناته شلون مختلفه شكلها. الجولاين مالته او الفك، رسمه الفك عنده صارت يعني حادة.
ملامح وجهه بصراحة تحسها شوي اختلفت، ولكن أنا بصراحة شايف هذا مو يعني فد نقطة جدال مو كلش قوية، لأنه الواحد يكبر. Y'all can't tell me this was the same person, okay? Look at the bone structure. Look at the way his face is, all right? The original Joe Biden was unalived at Gitmo in 2019, along with Hillary Clinton and a bunch of others, all right? فالولد اللي قاعد يسولف بالفيديو يقول إنه هو ما عنده نفس التركيبة مالت الوجه يعني أو العظام. حلو. ولكنها مجرد نظرية. لا تزعلوا من أمريكا بليز. لما أنت تعرف لما تتعمق بموضوع وكل شوي تصير تنزل بالريلز يطلع لك 100 فيديو نفسه. أنا هذا اللي صار وياي فعلا. على موديتي جدا فكرة اليوم. حلو. احنا هسه شوي حنشيل الفيديو لانه انا بصراحه حنشيل الاغنيه من الفيديو لانه انا رمضان وكوبي رايت همنا فحجر انه بعد. المهم الشيخ شو يقول لك؟ يقول لك انه هذا كان شكله هو قاعد يسولف، وبعدين شوف الحركه مالته ايش قد متطابقه الى هذا التجربه للروبوت. حلو. وبعدين شو يقول لك؟ انه يقول لك شوف ملامح الوجه شلون متشابهه بين الروبوت اللي فوق وجهه. قد ما هالبني آدم وقع وتفشل والله ما أعرف شلون كان رئيس. ما أعرف والله. ما أنا فعليا حاب أسمع وجهة نظركم. حتى هاي الفيديوهات مثلا لما يخلص الخطاب مالته ويقعد يحاول يسلم على كائنات ما موجودة، تحس مبرمج بطريقة غريبة يعني، أو مبرمج شوف فجأة يصفن فجأة ينزل فجأة. وهذا الفيديو اللي لسه موجود هنا هو حرفيا قاعد يمكن ربع ساعة على نفس الوضعية. الشيء اللي صراحة أنا منبهر منه إنه شوفوا ليفل التكنولوجيا. شوفوا ليفل التكنولوجيا اللي وصلنا لها من ناحية إنه يعني البني آدم شكله بني آدم بين وسط البني آدمين يعني شكله بشر. لا شكله بصراحة غريب. فالخلاصة اللي أنا أوصل لها إنه بصراحة الواحد ما دا يعرف بشنو يوثق. هل أنا روبوت؟ هل أدوس نفسي خليني أمسك نفسي على مود؟ الشغلة هاي جدا أبهرتني بصراحة، لأنه قدرات البني آدم لو وصلت. ثاني شيء انضحك على الكل. إذا هاي النظرية صح إحنا نضحك علينا. يعني لمدة 4 سنين بني آدم قاعد يتخذ قرارات تحدد مصير الكرة الأرضية كلها، وممكن تسبب إلى حروب، ممكن تسبب إلى مجاعات وسوالف جدا سيئة، وهذا البني آدم اللي اختاره. معناها شنو؟ هم حرفيا مسلطين رجال. حلو. محطين رجال أو بني آدم وراه 600 واحد قاعد يتخذون قرارات معينة على مود يعطوا بهذا الشخص، وإن كانت قرارات هاي المجموعة سيئة شريرة إبليسية حطت بهذا البني آدم اللي هو أصلا مجرد دمية بالنسبة لهم. من وجهة نظري تيجي تسألني عن شو رأيي بالموضوع، أنا بصراحة عن نفسي أحب كلش النظريات وهي مجرد نظرية. يعني يمكن تكون صح يمكن تكون غلط. أنا وجهة نظري البني آدم ملعوب بي وهو اكو بيه شيء، لانه هذا يعني مو طبيعي. هل العمر ممكن يسوي هيك شيء؟ صح ممكن يسويه على مود هي نظريه. ممكن واحد بس يكبر لنقطه معينه يعني خلاص ما تقدر تسوي شيء على العمر. خلاص ما حتقدر تركز، جوده شغلك حتقل، جودتك انت كبني ادم حتقل. فبصراحه ممكن ينعذر شويه، بس غير هيك يعني البني ادم روبوت. الموضوع يخوف بصراحه. انا حاب اسمع رايكم. غير هيك يا الربع خليكم بشر. انبسطوا برمضان. اكلوا كنافة، والله اكلوا كنافة قبل ما تصير الحرب العالمية السادسة وننفشخ كل ومنها إلى الأعلى.